أهم الأعمال اللي تم إنجازها لعام 2022 لأعمال مشاريع لجنة الإدارة المحلية والبلديات. تم تخصيص موازنة استثمارية للجنة الإدارة المحلية والبلديات لعام 2022 $3,129,066. تم تقسيم هذا المبلغ على بلديات الشعب في الريف والمدينة ومكاتب اللجنة، حيث تم تنفيذ 89 مشروع خدمي، 24 مشروع إنارة في المدينة والريف، تنفيذ 9 عبارات صندوقية ضمن أرياف الرقة، تنفيذ 8 مشاريع للصرف الصحي. أيضا هناك مشاريع إنشاء أرضية ومنصفات، بالإضافة إلى مشاريع الحدائق ومنها الحديقة البيضاء في المدينة. أما ما يخص عمل مكتب المياه تم تنفيذ 6 مشاريع: إنشاء آبار ارتشاحية في مدينة الرقة، تمديد خطوط مياه، توريد قصارات وإكسسوارات لدعم المستودعات في المياه والوحدات التابعة لها. أما فيما يخص المجبول الزفتي فتم تنفيذ 7000 متر مكعب في المدينة بشكل كامل، وتم الانتهاء منه، علما أن هذه الكمية لا تفي بالحاجة المطلوبة بسبب الأضرار الموجودة في طرقات المدينة. وفي الريف تم تخصيص 10000 متر مكعب، تم تنفيذ 4000 متر مكعب منها، ولا زال العمل جاريا، علما أن هذه الكمية أيضا لا تكفي لطرق وأرياف الرقة. وبسبب الدمار الذي حصل في الرقة نطلب زيادة الموازنة لمدينة الرقة من 3 مليون إلى 7 مليون دولار حتى تكفي بالبنى التحتية بسبب الدمار الذي حصل في المدينة، وزيادة خطة المجبول الزفتي للرقة ريفا ومدينة. وأخيرا نسعى دائما إلى النهوض بالواقع الخدمي في المدينة والريف إلى المستوى الذي يليق بأهالي الرقة بسبب ما تعرض له من دمار في الفترة السابقة. كانت البنى التحتية عندما تم الدخول إلى مدينة الرقة لا يوجد بنى تحتية مدمرة بشكل كامل، ولكن بفضل بجهود أبناء الرقة ورئاسة مجلس الرقة المدني تم الوصول إلى تغطية المياه في مدينة الرقة بنسبة ما يقارب إلى 90 إلى أو 95%. الكهرباء بالريف تم التغطية كامل، بالمدينة تم التغطية ما يقارب 80%. أما فيما يخص الطرق تم إنشاء طرق بقايا في كل ريف المدينة، والمجبول الزفتي تم تزفيت في مدينة الرقة أيضا، وبعض الريف في عام 2021. هناك خطة عمل إن شاء الله في عام 2023 سنحاول الوصول إلى المستوى المطلوب للرقة ريفا ومدينة. وطبعا باشرت اللجان بعملها من عين عيسى، فكنا بالبداية عند تحرير القرى الريف يعني كنا نقدم الدعم لأخوة الفلاحين. فبتاريخ 20/10/2017 تم تحرير الرقة، فدخلت كل اللجان التابعة لمجلس الرقة المدني للمدينة. فعند دخولنا للمدينة فكانت هي مدينة أشباح لا حياة فيها، الشوارع مغلقة، الأبنية مدمرة، المشاريع مدمرة. فطبعا احنا كلجنة اقتصادية أخذنا على عاتقنا الجانب الاقتصادي والزراعي، فكانت كل مشاريع الري معطلة، فيها حوالي 23 محطة ضخ ورفع معطلة. فقمنا بالاستعانة بخبراء من المنطقة وبالاعتماد على العناصر المتوفرة إلينا خلال سنة سنتين تم إعادة تأهيل هذه المحطات الرفع ضخ والرفع على مشاريع الاستصلاح. طبعا كانت هناك في أعطال بالأقنية، فطبعا قامت لجنة الزراعة بإعادة تأهيلها. معنى الحياة الاقتصادية كانت شبه معدومة، فكلجنة اقتصاد من واجبها وأخذت على عاتقها إعادة تأهيل هذه المنشآت الاقتصادية. طبعا احنا بلد زراعي، فتم إعادة تأهيل مشاريع الاستصلاح عن طريق المياه الأقنية، وبدأنا بتأهيل الصوامع الحبوب، لأنه تعرف صوامع الحبوب هي تخزن
مهمة جدا. فبداية السنة الأولى عندنا تأهيل 3 صوامع، السنة الثانية صار عدد الصوامع 5، السنة الثالثة صارت 7 صوامع بطاقة تخزينية حوالي 60,000 طن من الأقماح. طبعا تشكل شركة تطوير المجتمع الزراعي لشراء المحاصيل وتأمين مستلزمات العمل للأخوة الفلاحين، وتأمين مستلزمات العمل للأخوة الفلاحين من سماد من بذار. فقامت بدعم الأخوة الفلاحين وشراء محاصيل الفلاحين من القمح والقطن والذرة الصفراء. بعد قمنا بإعادة تأهيل المعامل المدمرة، فقمنا بتأهيل مجففات الذرة الصفراء. ب 2021 عدنا تأهيل مجفف الذرة الصفراء، مجففين بطاقة تخزينية نظرية طبعا حوالي 1000 طن، عمليا كانت 800 طن. فالعام الماضي عدنا تأهيل صومعتين مجففين. كمان هلا صارت الطاقة الإنتاجية حوالي 2000 طن تجفيف ذرة صفراء. تقريبا حاليا عندنا حوالي 370 معمل مرخص. هاي المعامل المرخصة طبعا هي تعمل تحت إشراف مديرية الصناعة، ونحن ندعمها بمادة المازوت، نرفع جداول لمكتب سادكو بالتابع لمجلس النقل المدني بتأمين مادة المحروقات لهذه المعامل، بالإضافة تسهيل أعمال هذه المعامل عن طريق إذا بدوا يستوردوا قطع تبديل أو قطع معامل، فنحن نعطي الموافقات لتسهيل مرور هذه المواد. طبعا احنا نقدم الطحين سعر مدعوم. نحن يوميا عم نقدم طحين لأفران المدعومة حوالي 207 طن طحين يوميا. وبالإضافة أسسنا أنشأنا مطحنة، هي مطحن شهيد أصمد، حتى لا نعتمد على المطاحن الخاصة ويصير عندنا اختناقات مادة الطحين. فالطاقة الإنتاجية لهذه المطحنة تكفي حاجة الأفران من مادة الطحين. طاقتها الإنتاجية حوالي 220 طن طحين يوميا. هناك أعمال كثيرة. بعد 5 سنوات دخلنا مدينة الرقة، كانت مدينة أشباح، ما في ولا محل تجاري. الحمد لله بفضل جهود الشعب، طبعا شعبنا وطبعا بدعم الإدارة، إدارة شمال شرقي سوريا ومجلس النقل المدني. فحاليا نحن نلاحظ أن نشاط الرقة صارت مركز تجاري شمال شرقي سوريا. فمحلات الجملة نلاحظ أغلبية محلات الجملة كافة المواد متوفرة فيها. ونحن كمنطقة زراعية نلاحظ خلال الدعم للأخوة الفلاحين من ناحية القمح ومن ناحية القطن، الذرة الصفراء، الخضار، الفواكه. نحن حاليا بطور الاكتفاء الذاتي، يعني نحاول نسوي مشاريع اكتفاء الذاتي وندعم الأخوة الفلاحين. فصار عندنا تقريبا هلا من مادة القمح عندنا اكتفاء ذاتي. القطن صار عندنا هلا محلجة، سوينا محلجة للأبطال. في مشاريع مستقبلية طبعا، عندنا مشاريع حيوية، معمل سكر، معمل غزل الأقطان. هاي كلها نحن حاطينها بالبرامج الميزانيات السنوية. يعني عم نحاول، عندنا تأهيل الأفران القطاع العام الاحتياطية. نحن كلجنة الاقتصاد طبعا بدعم من مجلس النقل المدني لا ندخر أي جهد في سبيل تطوير الحياة الاقتصادية بكافة نواحيها. طبعا بعد أيام قليلة هي الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الرقة من إرهاب داعش. في السنة الأولى من تشكيل مجلس الرقة المدني 18/4/2017، وبعد إعلان حملة تحرير الرقة كان لابد من تأسيس حملة
أخرى حملة خدمية لكل المناطق، وانبثق عن هذا الشيء مجلس مدينة الرقة الخدمي في الدرجة الأولى. طبعا بعد تحرير المدينة ودخول المجلس بكافة لجانه إلى مدينة الرقة، للأسف شديد كان نسبة الدمار في المدينة مرتفعة جدا بحدود 90 إلى 95% في جميع القطاعات. فإرهاب داعش لم يترك أي شيء في كل القطاعات، إن كان التعليمية، قطاع الصحة، الخدمات، جميع القطاعات تم تدميرها بالكامل. بعد هذه السنوات، بعد 5 سنوات من التحرير، نستطيع القول بأنه تم إنجاز كثير من الأمور. ما زال هناك بعض الأمور والتحديات إلى هذا اليوم في كافة القطاعات، فكما ذكرنا نسبة الدمار كانت كبيرة، ولكن بفضل جهود العاملين في الإدارة وحتى الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم وبدأوا بالترميم والعودة إلى بيوتهم ومدينتهم، لدينا تحديات كبيرة إلى الآن. طبعا في قطاع التربية الآن بحدود 380 مدرسة تعمل، ولكن هناك ما زال عشرات وعشرات المدارس المدمرة، إن كان بشكل كلي أو بشكل جزئي. في قطاع الصحة أيضا لدينا 4 مشافي عامة بحدود 30 مستوصف يعمل، إن كان من قبل لجنة الصحة أو بعض المنظمات العاملة، وهي طبعا جميع المنظمات هي منظمات شريكة للإدارة أو لأهالي مدينة الرقة بالمساعدة، هم شركاء طالما يساعدون. في قطاع الخدمات أيضا للأسف الشديد كان هناك كثير والكثير من الجسور المدمرة. تم في العام 2020 إنشاء جسر الرقة الشرقي أو القديم كما يسمى. الآن لدينا الجسر الاستراتيجي أو الجسر التجاري لمدينة الرقة، وهو الجسر الكبير مدمر، ولكن هو موضوع في خطة 2023 قيد الدراسة، والمجلس سيحاول إعادة بناء هذا الجسر. كما ذكرنا في كل القطاعات العمل إلى الآن جاري، ولكن الاحتياج أيضا كبير، إن كان أيضا في الزراعة. هناك أمان، لا نقول أمان مطلق، ولكن مقارنة مع المناطق السورية الثانية، مدينة الرقة بعد التحرير أصبحت ملاذا لأغلب الهاربين، إن كان من مناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الأتراك أو مناطق النظام. طبعا بالعموم كما قلنا مدينة الرقة هي مدينة للسلام، ولكن داعش حولها إلى مدينة إرهاب وسواد وعاصمة مزعومة لإرهابه، فكانت الضريبة كبيرة جدا والدمار كبير جدا. ولكن بالإرادة والتحدي أهلنا أهل مدينة الرقة بالدرجة الأولى مع هذه الإدارة أعادوا الحياة إليها في جميع قطاعاتها، كانت صحية، ثقافية، الاجتماعية، مجال الزراعة، في كل القطاعات، على مستوى المرأة وما قامت به بجهود جبارة لإعادة الحياة وحق المرأة الطبيعي. فالعمل إلى الآن جاري. وبهذه المناسبة وذكرى التحرير الخامسة، طبعا كل هذا الشيء إن تم هو بجهود وبدماء شهدائنا الأبطال الذين ضحوا. طبعا مهما عملنا لا توجد مقارنة مع هذه الدماء الزكية التي أريقت على هذه الأرض الطاهرة، فلولا دماء شهداؤنا لما كنا اليوم نعمل هذه المقابلة ونبقى دائما مقصرين. فواجب الإدارة أن تلبي، وحق الناس والمواطنين أن يطلبوا الخدمات، هذا حقهم الطبيعي، ولكن
نقول هناك دائما تقصير من قبل الإدارة، التقصير في مجال الإمكانيات كما يقولون الجهد من الموجود. فنأمل في السنة القادمة أن يكون الأداء أفضل، العمل أفضل بجميع القطاعات. مرة ثانية وفي هذه المناسبة نهدي كل هذا الجهد المبذول لشهدائنا، لعوائل الشهداء، لأطفال الشهداء الذين تيتموا بسبب استشهاد آبائهم لنكون أحرار نحن وعائلاتنا وكل أهالي مدينة الرقة. هذا التاريخ هو تاريخ لا ينسى في تاريخ شعب مدينة الرقة، حيث نالت النصيب الأكبر في ظل الثورة السورية التي انطلقت من مدينة درعا والتي عمت كافة شوارع المدن السورية. ولكن للأسف كانت مدينة الرقة على موعد لاستقبال وفتح أبوابها أمام تنظيم داعش الإرهابي نتيجة السياسات العالمية. فكتب لهذه المدينة أن تتحرر على أيادي قوات سوريا الديمقراطية، وبالفعل مع يوم التحرير إلى الآن مدينة الرقة تنعش بالأمن والاستقرار، وتغيير كبير جدا في البنى التحتية التي هدمت نتيجة الحرب الشرسة التي دارت بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي الذي ساند القوات سوريا الديمقراطية وبين تنظيم داعش. لا يخفى على أحد وخاصة متابعي مدينة الرقة والجهود التي قدمها مجلس الرقة المدني على كافة الأصعدة، إن كانت الأصعدة الإدارية والتنظيمية إلى جانب الأصعدة السياسية. فاليوم مدينة الرقة تنعم بتعدد الأحزاب السياسية في هذه الساحة، وهذه الأحزاب كلها تعمل ضمن مجلس الرقة المدني وتتماشى مع الظروف والسيستم الإداري الموجود ضمن مجلس الرقة المدني. وساعية كل هذه الأحزاب السياسية لنقطة واحدة، وهي بناء أخوة الشعوب، بناء التعددية، تقبل الثقافات، تقبل اللغات بين كافة مكونات مدينة الرقة. ولا يخفى على أحد أيضا بأن مدينة الرقة هي مزيج من المكونات في هذه المدينة، خاصة يتعايش في مدينة الرقة العرب والكرد وأيضا الأرمن. ومؤخرا بادر مجلس الرقة المدني إلى بناء الكنيسة في مدينة الرقة لإعادة مرة ثانية ذهنية مدينة الرقة إلى تعدد المعتقدات الموجودة في هذه المدينة. فكما كنا نسمع أصوات الآذان، وأيضا هناك أجراس الكنائس كانت تدق في مدينة الرقة. وعليه نحن نستطيع أن نقول بأن الجهود الكبيرة التي قام بها مجلس الرقة المدني من الجانب المعيشي والاقتصادي والسياسي، ولكن يجب أن نكون أيضا شفافين مع الشعب في مدينة الرقة وكافة مناطق شمال شرق سوريا. فالحالة اليوم التي تمر بها مناطق شمال شرق سوريا رغم كل التحديات والظروف السياسية، وبالأخص الهجمات الدولة التركية والوعود التي تتوعد بها بمهاجمة المنطقة بعملية عسكرية جديدة، فهذه أثرت كثيرا على الحالة المعيشية والاقتصادية. واليوم ارتفاع الدولار وما نتج عنه، فهناك حالة تردي ضعيف جدا بنتيجة ارتفاع الدولار، إلى جانب لا ننسى بأن مدينة الرقة أصبحت منطقة استقطاب لكافة أهالي السوريين، إن كان من الداخل أو كان من الشمال السوري. وعليه الضغط الموجود أيضا هذا الضغط تعاني منه لجنة التربية في مدينة الرقة. فاليوم ازدياد العدد الكبير بالطلاب نتيجة أصبحت مدينة الرقة مركز لكافة السوريين والحاضنة لكافة السوريين. وأيضا لا ننسى بأن الحالة السياسية أيضا تؤثر كبيرا على مدينة الرقة، فهناك دائما استفهامات لدى المجتمع الرقاوي: هل ستكون هناك عملية عسكرية جديدة من قبل الدولة التركية؟ وكيف سوف نساهم مع قوات سوريا الديمقراطية في حماية هذه المنطقة؟ بالأخير كانت هناك عدة لقاءات جماهيرية مع الشعب وتمحورت حول العمليات العسكرية التي تتوعد بها تركيا، إلى جانب كانت هناك محاضرات ألقيت من أجل المقاومة الشعبية التي انطلقت من روح المجتمع الذي قال كلمته بأنه سوف يلتف حول قوات سوريا الديمقراطية وحول هذا المشروع. وأخيرا وليس آخرا، مشروع أخوة الشعوب في هذه المنطقة نجحت، وذلك من خلال الوفود التي زارت مجلس الرقة المدني والوفود التي جاءت من الدول الغربية أو من قبل التحالف. ولا ننسى أيضا بأن هذه الوفود كلها أعطت
النتيجة بأن مشروع الأمة الديمقراطية هو الحل الأمثل لكافة الحالة السورية التي نتعايش فيها. فمرة أخرى نحن نطالب بتنفيذ القرار 2254، هذا القرار الأممي السياسي الذي يلبي طموحات الشعب السوري، وخاصة الشخصيات الوطنية المؤخرة التي زارت مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة. هذه شخصيات من المعارضة السورية التي أيضا أثنت على مشروع الأمة الديمقراطية، وأثنت بأن أفضل مشروع هو مشروع الإدارة الذاتية. مرة أخرى نبارك ونهنئ للشعب في مدينة الرقة بذكرى التحرير، ونتمنى بأن يكون هذا العام حافل بالنجاحات رغم كل التحديات التي تمر بها مناطقنا.